ازيكم عاملين ايه؟ وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. النهارده هنوريكم تحضيرات بيتنا للعيد، وكمان هنوريكم فكرتين مختلفين لعمل توزيعات العيد. اول حاجه ابتدينا نحضر الحاجات اللي هنعمل بيها التوزيعات، فجبنا كيكه من كذا نوع مختلف وبسكوت من كذا نوع مختلف ومارشميلو وبونبوني ومصاصه وحاجات حلوه كتير. احنا جبنا الحاجات دي بالجمله، الكرتونه بيكون فيها 12 قطعه او 24 قطعه. لو انتم مش عندكم حد بيبيع بالجمله، ممكن من اي سوبر ماركت تجيبوا الكميه اللي انتم عايزينها وتعملوا. لسه باقي شويه وقت على العيد، وبجد هتفرحوا الاطفال وانتم نفسكم هتفرحوا قوي. احنا جبنا الكوبايات دي اللي هي بتكون بغطا علشان نحط جواها الحاجه على طول ونقفلها، ما نقعدش نتعب بقى في اي قص او لزق او كده. وجبنا طبعا منهم الكميه اللي احنا عايزينها. ودي الغصيان بتاعتهم، بجد شكلهم حلو قوي وبيخلوا الحاجه شكلها حلو وباينه. وكمان طبعنا ورق مكتوب فيه حاجات تهنئات كده للعيد بسيطه علشان نبقى نلزقها على الكوبايات. وابتدينا بقى نفضي البونبوني علشان هنبتدي دلوقتي نوريكم احنا هنعمل الكوبايه ازاي. طبعا طريقتها سهله جدا، واحلى حاجه فيها ان هي سريعه. لو عايزين تعملوا بكميات كبيره، دي اسرع طريقه تقدروا ان انتوا تعملوا بيها. فبتحطوا بقى الحاجات اللي انتوا عايزينها جوه الكوبايه. حاولوا طبعا تحطوا حاجات متنوعه، ما تحطوش مثلا نوعين من نفس الحاجه في كوبايه واحده علشان اللي هياخدها يبقى بياكل حاجات متنوعه. فهنا حطينا الحاجات، وكمان كان معانا فلين صغير اللي هو بتاع الهدايا حطيناه لان الكوبايه شفافه فمديه للكوبايه شكل حلو قوي. واكيد اختياري طبعا، اللي مش عنده الفلين ده مش لازم يجيبه يعني. وبنقفل بقى الكوبايه بمنتهى السهوله، خلاص كده هتفضل ثابته ما بتتحركش. واحلى حاجه فيها ان هي سريعه وسهله، وتقدروا بقى تعملوا كميات كبيره من نفس الموضوع. وغير كده ان هي ممتعه جدا، الالوان اصلا شكلها حلو قوي، وكمان تقدروا تخلوا العيله كلها تشترك في الموضوع ده. فاحنا هنا ابتدينا برضو نعمل الكميه كلها. طبعا جبنا صاصه علشان يشترك معانا ويكون برضو عمل بنفسه. طبعا يا جماعه ان شاء الله تنزلوا يوم الوقفه وتجيبوا. احنا في العيد الكبير لما كنا عايزين نعمل توزيعات نزلنا يوم الوقفه وجبنا، فبلاش حاجه توقفكم. يعني لو انتوا عايزين فعلا تعملوا، انزلوا في اي وقت وجيبوا، مش لازم ان العيد خلاص بكره يبقى ما نجيبش. لان انتوا مش متخيلين بجد الفرحه بتاعتكم انتوا شخصيا ايه، وفرحه الاطفال اللي انتوا هتدوهم ايه، ان هم نازلين يصلوا وفجاه يلاقوا حد بيديهم حاجه بسيطه زي دي، فبيفرحوا بيها جدا. وبدانا بقى ان احنا نقص الورق اللي احنا هنلزقه على الكوبايه، وطبعا دي حركه اختياريه. بالنسبه للورق، انتوا ممكن تجيبوا الاشكال اللي تعجبكم من بنترست وتحفظوا الصوره وتروحوا اي مكتبه بتطبع الوان وتقولوا لهم يطبعوها وتقصوها زي ما احنا عملنا كده. وتقدروا برضو انتوا ترسموا حاجات وتلونوها، يعني تقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه، او ممكن ما تحطوش خالص، يعني براحتكم. احنا هنا كنا عاملين كل كارت صغير من ده مكتوب فيه حاجه مختلفه، برضو لو عايزين تخلوا كلهم مكتوب نفس الحاجه. احنا عملنا مثلا رؤياتكم عيد، العيد فرحه، جانا العيد، والحاجات اللي زي كده يعني. وبدانا بقى ان احنا نلزقهم بلزق شفاف من الطرفين علشان يفضلوا ثابتين. بدأنا بقى نلزق كل الكوبايات، وبجد احنا كنا مستمتعين بطريقة مش طبيعية، بالرغم من ان العدد كبير وان احنا عمالين نلزق، بس بجد استمتعنا والوقت كان فيه بركة رهيبة. فاحنا كده خلصنا كل دول، بجد شكلهم تحفة واديت لها شكل خطير. هنا بقى كنت بوريكم شكل الكوبايات عن قد ايه هم شكلهم كيوت، انا كنت فرحانة بيهم جدا. وده كده شكلهم كلهم مع بعض. واتبقى برضو كام حاجه من اللي كنا جايبينهم، فاكيد مش هنسيبهم في حالهم. جبنا كوبايات اللي هي بتاعه القهوه والشاي، وبدانا بقى ان احنا نحط فيهم الحاجات المتبقيه. مش معنى ان هي حاجات متبقيه ان هي كوبايه وحشه مثلا او كده، لا يا جماعه كله زي بعض والله. وبعدين بدانا ان احنا ندبسهم من فوق، فبرضو علشان نكون عملنا كميه زياده بالحاجات المتبقيه، لان احنا كده كده اكيد مش هناكل كل ده. فاللي عايز يعملهم بالكوبايات الشفافه كلهم اوكي، اللي عايز يعمل بكوبايات القهوه بس اوكي، واللي عايز يعمل زينا برضو اوكي، اي حاجه هتنفع، المهم ان احنا نفرح الاطفال. عملنا الكميه كلها بنفس الطريقه. لو ما عندكوش دباسه تقدروا تلزقوا من فوق بمسدس الشمع او باي لزق زي ما انتوا عايزين، الحاجه اللي تناسبكم. وده كده بقى شكلهم كلهم مع بعض، وبجد شكلهم تحفه ومبهج جدا جدا جدا. وهنا بقى نيجي للاجواء اللي انا بحبها جدا، وهي اجواء الكحك والبسكوت والسابليه والحاجات دي. فهنا كنا بنعمل السابليه، كنا بنزينه انا وايه، وبجد دي حاجتنا المفضله في الاكل وفي التزيين، لان احنا بنحب نزين قوي السابليه لان بتحسوا فيه فن كده. فهنا حطينا البسكوت بتاع الشاي وبعد كده الصابليه. انا متحيزه للصابليه جدا لان انا وهبه اللي عاملينه، فحسيت ان انا احط اكبر كميه صابليه ممكنه. وبعد كده الكحك طبعا والغريبه الخطيره التحفه، وده صابليه بس بشكل تاني ميني كده، وحطيت صابليه تاني برضو. وطبعا دي اكيد مش كميه الحاجه كلها، بس دي على قد اللي احنا هنفطر بيه يعني الصبح، وكل ما بنعوز عادي بنحط في الصينيه. وبعد كده بقى حضرنا بقى المسليات والشوكولاته بتاعه العيد والحاجات دي. هنا بقى جبنا حاجه شبه الام ان امز عندنا في مصر اسمها شوكوبون، بتتباع عند كل الناس تقريبا، وده حاجه شبهه بس اكبر منه شويه، بيكون جواها مكسرات مثلا او سوداني او كده. وحطينا كمان توفي،
وطبعا ليله العيد ما بتكملش من غير المسليات دي كده مع سهره الوقفه والصبح، فبجد دي احسن حاجه في العيد. وبعدين بقى هنا حطينا مكسرات وحطينا سوداني اللي هو بيبقى بقشره، ده مش عارفه ايه الفايده بصراحه ان احنا نقعد نقشر فيه ونقشر فيه تاني، بس احنا بنحبه متعه. وحطينا بقى ترمس وعصرنا عليه ليمون، طبعا العيد يعني ترمس. هنا بقى حطينا كل الحاجة على السفرة، وده الشكل النهائي ليها بعد ما انتشرت البهجة عليها. حطينا الكحك والصابليه والمسليات والترمس وكل حاجة، وهنا دي اللي فيها السكر البودر عشان نحطه على الكحك عند الاكل. واكتر لحظه مؤسفه بالنسبه لنا هي واحنا بنشيل زينه رمضان، بس مش مشكله، حاجه العيد عوضت عادي، شيلنا الزينه بس سيبنا فرع النور بصراحه لان هو يعني مش مرتبط برمضان، عادي برضو يمشي مع العيد. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، نتمنى ان هو يكون عجبكم وفاتكم وتقوموا تعملوا الحاجات زي اللي احنا عملناها. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. وبس، باي.